السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يا حبايبي فيديو جديد، وهو تجهيزات وتفريزات لسحور رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين وينعاد علينا الأيام بخير. جمعة مباركة عليكم. يجي كده رمضان وانتوا في أحسن حال وبتتمنوا وبتحققوا كل اللي بتتمنوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهاردة ان شاء الله 6 تجهيزات حلوين جدا، هيسهلوا عليك الوقفة في السحور وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل ان شاء الله اول حاجه معانا وهي المفروكه يا بنات، حلوه جدا. بتفكرنا كده بايام زمان. تمام. هنعملها بدقيق الذره. جبت كده دقيق ذره، حطيت عليها كوبايه من دقيق الذره، حطيت عليها كوبايه من الميه. الكوبايه اللي هي المعيار ده يا بنات، اي كوبايه عندك طبعا. تمام. تقدري بقى تزودي الميه. تمام. انا الميه طلعت كتيره معايا فقلت هزود. اللهم صل على النبي، معلقه بمعلقه كده من دقيق الذره. طبعا تكوني نخلاه كويس. تمام. فانا هزود كده معاكم كده في المقدار كده في الطبق ده، لان لما احس ان العجينه كده لمت وتكون طريه، ما تكونش ناشفه معاكي. يلا لو وصلتي معايا لعندي هنا حطيلي اللايك والاشتراك في القناه فضلا، واكتبي لي بقى كومنتي برايك في الفيديو النهارده، وان شاء الله انا متاكده ان هو هيعجبك باذن الله. وافضل اعجن فيها كده، وطبعا حاطه عليها رشه ملح. تمام كده يا بنات. كنت عاوزه اعمل لكم النهارده بليله. تمام. فلقيت انا كنت بعمل العيش كريب، فللاسف اتلخبطت وحطيت دقيق الذره ده مكان في الخلاط. حسيت ان هو يعني عاوز ميه، فاستغربت فاكتشفت ان هو دقيق ذره. فقلت هعمل معاكم ان شاء الله المفروض. تمام. ففضلت العجينه لمت معاكي اهي. العجينه بتبقى طريه يا بنات، يعني هي اللي قدامكم دي كانت عاوزه شويه ميه، زودت لها كده شويه ميه. وفضلت اعجن فيها كويس جدا. هي بتبقى ايه طريه كده، بصي طريه، تكون طريه في ايدك، مش طريه اول هي سايله، لا. تكون مثلا عامله زي الكوره بس طريه في ايدك. تمام. فعشان بقى الصينيه مش هتحرق منك وهي في الفرن، فروحت عاملاها كده شويه من الزيت وشويه ومعلقه كده كبيره من دقيق الذره. ورحت عاملاها كده ايه في الصينيه، بطاطا الصينيه كده بالدقيق. تمام. عشان برضو ايه مش هتحرق منك ولا حاجه. فهي كده حلو جدا. هتجيبي بقى الكوره كده، كل كوره ممكن على فكره تعمليها على بعضها، تعمليها كلها كوره واحده كده. تمام. انا عملتها على 2 عشان كنت مستعجله وكده، عشان تستوي بسرعه. هي اصلا في العاده بتاعتها بتاخد ساعه في الفرن على نار هاديه جدا يا بنات، مش نار عاليه، نار هاديه، تكوني مسخنه الفرن من قبليها ونار هاديه. بفضل بقى ايه امسك الكرة، لو شققت منك عادي بتفضلي تعمليها كده في ايدك بالراحه كده بين ايديكي لغايه لما ايه تمسك معاكي زي ما انت شايفه كده. زي ما قلتلك العجينه بتبقى طريه في ايدك. تمام. عملتي اول واحده، هعمل التانية كمان واحطها. ممكن زي ما قلتلك ممكن تعمليها ايه كرة كده لوحديها على بعض. تمام. تولعي بقى الفرن يكون سخن وتحطها في الفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي بقى بعد ساعة في الفرن يا بنات اهي. بتعمليها نص ساعة على الوش ده ونص ساعة على الوش التاني. انتي بقى عشان هي عاملاها 2، فاللي بتاع الاحمر ده الجار يعني هيبقى كتير معاكي، فانت لو عملتها كرة واحدة يبقى احسن لك يعني. وخدت برضه تاخد برضه نفس التسوية، يعني مرة عملت كرة واحدة بتاخد معايا، خدت معايا ساعة وربع، دي خدت معايا ساعة بس. وافضل بقى اشيلها كده بالسكينة بالراحة، اللي هو الحتة اللي اتحمرت دي. تمام كده يا بنات. وهي اصلا اللي جواها بقى بعد ما بتشيلي دي، هي بصي هي دي المفروكه من جوه بقى، بتمسكيها وتفركها بايدك كده زي ما انتوا شايفين، وبتنفرك معاكي بكل سهوله. هي بتشيلي الحته اللي اتحمرت دي بالسكينه سهله خالص اهي، وتشيليها بقى زي ما انتوا شايفين كده، بتشيليها كده بالسكينه وايه وتفركيها بايدك بقى. هي دي المفروكه يا بنات، حلوه جدا. بتعمليها مع شويه لبن وحطي عليها معلقتين سكر، بسم الله ما شاء الله، تفركيها بقى في ايدك عشان تنعم معاكي. ما هي مفروكه يبقى تنفرك. هنفركها بقى بايدينا كده وكده هي جاهزه. حلوه جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. عندك بقى اكياس او علب اللهم صل على النبي بتفرزيها فيها، حلوه جدا لسحور رمضان. بتطلعيها بقى على بال ما تغلي اللبن، هي بتفك بسرعه يعني، هي مش بتتلج ولا حاجه.
لو سبتها 10 دقايق بره هتفك على طول. بروح بقى احطها في العلب كده زي ما انتوا شايفين، او ممكن اكياس المتوفر عندي. انت حطها في اكياس برضه عشان ما تاخدش مساحه عندك في الفريزر وكده. معذره يا بنات لو في اي دوشه في الفيديو من اطفال. عاوزه اقول لكم ان الفيديو ده انا مصوراه اصلا من زمان، بقالي اكتر من اسبوعين، بس مفيش وقت ان انا امنتج ولا اعمل له صوت ولا كده. فسامحوني لو في صوت ولا كده، علشان انا كنت قلت لازم اقرر النهارده ان انا اصوره وانزله لكم. تمام. فمستنيه كده دعمكم ليا، واكتبوا لي كده رايكم في القناه ورأيكم في فيديو النهارده، ان شاء الله هيعجبكم باذن الله ويسهل عليكي وقفه السحور وكده. فدي اول حاجه عملناها مع بعض يا بنات، وهي المفروكه، حلوه جدا مع شويه لبن، وسحور كده سريع وبألف هنا وشفا. النهارده بقى تاني حاجه بقى هنعملها مع بعض هو الفول المدمس. تمام. تجيبي بقى الفول حسب ما انت عاوزه اقول لكم هو حاليا ب60 جنيه. الفول ده يا بنات انا كنت جايباه من شهر ونص تقريبا، او شهر ونص ب45، بس هو حاليا في الوقت ده جايبينه من يومين كان ب60 جنيه. تمام. فانت لو هتجيبيه دلوقتي هتجيبيه ب60 جنيه، حلو وهيوفر برضو معاكي. تمام. المهم هنجيبه بقى وهقولكوا تنقيه كويس عشان لو في واحدة مش حلوة ولا كده، وتحطه في المية عليها حاجة 5 ساعات. عاوزة اقولك انا حطيته المغرب وحوالي الساعة 10 كده ولعت عليه. تمام. كان بقى عشان ينفش معاكي وحجمه كده يتضاعف. بتغسليه كويس وتغيري، ممكن تغيري المية عليه مرتين. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده بقى كل الفول المسوي بتاع الطعمية، فقلت كمان كده بالمرة ان انا احطه كده في مية. بس الفول ده انا سيبته طول الليل يا بنات، ليلة كاملة في مية. بتنقيه برضو كويس جدا علشان لو في اي حاجة بتطلعيه، وبلاش تغسليهم في مصفى. الفول ده والفول المدشوش تغسليه كده عشان لو في اي شوائب طلعت على الوش يبقى تتخلصي منها، انما لو في مصفى مش هتظهر معاك. فانت تغسليه في طبق كده وتتحركي كده بايديكي كويس وتطلعي. تمام. دي بقى كانت الفول يا بنات اهيت. كانت الساعه 10 بالليل زي ما قلت لكم. وقلت هعمله بقى قبل ما انام كده اولع عليه ساعه. فغسلته كويس كمان مره وصفيته من الميه. تجيبي بقى اي دماسه عندك، احنا بنقول عليها دماسه، في ناس بتقول عليها مش عارفه كدره ولا ايه. قولوا لي في التعليقات انتوا بتقولوا عليها ايه. احنا بنقول عليها دماسه. لو ما عندكيش دماسه بتاعه الفول ممكن تحطيها في حله عادي. تمام كده يا حبايبي. عاوزه اقول لكم ان انا كان عندي كيلو فول وانا عملته نص، قلت هعمل نصه ولو ما يخلص هعمل النص التاني. هجيب بقى حبايه طماطم كده واحطها. في ناس بتحط عليه فول مدشوش، في ناس بتحط عليه العدس، في ناس بتحط عليه اللهم صل على النبي اللي هو الغله بتاعه البليل. انا يعني الطريقه دي حلوه وسهله، لو اول مره تبدك تعملي الفول اعمليه بالطريقه دي، سهله الك جدا. تمام. فانا حطيت عليه حبايتين من الطماطم وسبته بقى على نار هاديه. عليت النار لغايه لما غلى، ورحت يا بنات اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رحت بقى معلي عليه النار. تمام. هيقعد معاكي من ساعتين لساعتين الا ربع كده على نار هاديه لغايه لما يستوي. تمسكي الحبايه كده تحسي ان هي استوت معاكي، يبقى هو كده تمام وفل. هو كده زي ما انتوا شايفين هو كده لسه سخن. تمام. ودي الميه بتاعته يا بنات، بس هو لما يبرد الميه دي يعني هتتقل شويه. تمام. لو مش بتحبي الميه دي ممكن يعني تسيبيه بقى لما الميه تتبخر، بس انا زودت ميه، عاوزه ان هو يكون فيه ميه كده يعني. تمام. فالميه دي برضو لسه اللهم صل على النبي لما تبرد هتتقل شويه. شايفين بسم الله ما شاء الله. عاوزاه بقى زي جاهز يكون بره، يكون بقى تقيل كده ولونه احمر. بتحط عليه معلقه صلصه على معلقه نشا وتدوبيها في ميه سخنه وهو لسه على النار لغايه لما يتقل معاكي ويبقى لونه احمر كده. هو بصوا دي اسهل طريقه انا قلت هعملها معاكم في الفيديو النهارده، وان شاء الله هبقى اجرب معاكم الطريقه بتاعه النشا دي ان شاء الله مره تانية. شايفين مستويه قد ايه وحلوه، وحلو جدا يا بنات، وهيوفر معاكي في الميزانيه جامد جدا. لما تجيبي كيلو فول طول الشهر ممكن تعملي يوم ويوم لا. حلو جدا، هيعمل معاكي حوالي عن 13 كيس. شوفي بقى الكيس دلوقتي بقد ايه، بتجيبي المطعم بقد ايه. فانت لو جبتي كيلو معاكي طول الشهر هيبقى حلو جدا.
تعالوا بقى هنسيبه لما يبرد براحته وهقولكوا هنعمل ايه تاني فيه. تعالوا بقى بعد كده هنعمل عجينة الطعمية دي بقى تاني يوم الصبح، تمام، او الظهر على حسب، انا كنت عاملاه الظهر. الفولة يا بنات تمسكيها بايدك كده تتقسم نصين، تمام كده. هتجيبي الكبة هتصفيه برضو بالمية كويس جدا، هتجيبي الكبة تحط فيها الفول المدشوش معاها 3 فصوص من الثوم وبصلاية كده ايه متوسطة، ممكن تحطي بصل اخضر، تمام. وبعد كده بتحط عليه كرات، مش عارفه انا بتلخبط فيها ليه. عفوا يا بنات، او ممكن اللي هو البقدونس. انا حطيت عليها حاجه حلوه جدا وعجبتني، وهتشوفوا النتيجه في الاخر وهقول لكم هي ايه. مش ما شفتش حد بيعملها خالص، فلو هشوفوا النتيجه معايا هقول لكم انا حطيت ايه، تمام. شوفوا النتيجه وهتحكموا بنفسكم. هبدا بقى ان انا اعمل في الكبه كده، تمام، وافرمه كده كويس جدا بقى فرم كده ايه يكون ناعم خالص. واحط كمان يا بنات كوبايه ميه، نسيت ان انا احطها في الاول، ما انت تحطي كوبايه ميه عشان تبقى ناعمه معاكي كده وحلوه. والكبه بتاعتك صغيره بتفرموهم على مرتين، تمام. ولو هتاخدي المقدار كله زي ما انا حطيت كده حطيها، ومن شويه للتاني بتحركيها كده عشان الحاجات اللي هي فوق دي تنزل تحت وتتفرم معاكي كويس، تمام. انا حسيت ان هي عاوزه شويه خضره، فهزود لها دلوقتي شويه خضره اللي هو الكرات او البقدونس. انا كنت فرزاه في الفريزر، فانا هحطه كده ايه معاكم. عاوزه اقول لكم النتيجه اهي، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا بنات؟ وبعدين لازم تخليها فاتحه، اوعي تحطي خضره كتير مره واحده كده عشان مش تبقى غامقه معاكي. تحطي بشويه بشويه تحسي العجينه كده تكون فاتحه وحلوه. هكمل، هي كانت لسه خشنه شويه، فهكمل اخر ضربتين كده عشان تنعم معايا كويس جدا، تمام. فهي كده خلاص، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله يا بنات. تخلوها فاتحه كده، مش تخلوا العجينه كتير عشان عفوا الخضره كتير عشان مش تغمرها منك. تمام كده يا حبايبي، شايفين النتيجه اهي؟ بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا. حطيت عليها بس كوبايه من الميه، او شفت كوبايه اللي هي بتاعه الشاي دي، ممكن من كوبايه الا ربع لكوبايه على حسب. حطي كوبايه الا ربع، لو حسيت ان هي خشنه ولسه ما نعمتش معاكي كده زي ما انتم شايفين بتحطي كمان تزودي يعني. فهي كوبايه حلوه جدا من هي الصغيره دي اللي انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو. هبدا بقى انا احطها كده في بوله كده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اهي يا بنات. زي ما قلت لك تخليها فاتحه كده، مش تحط الخضره كتير. حلوه جدا. ودي الفول بعد ما برد، بسم الله ما شاء الله، حلو جدا. حاجه كده سهله وسريعه، ما بتاخدش معاكي وقت خالص. كده انزلوا بقى اكتبوا لي رايكم، جبت لكم اسهل طريقه وعملتها معاكم. هبدا بقى الطعميه دي ان انا احطها في اكياس، تمام، وهجربها معاكم وهقلي معاكم شويه كده، تمام. دي الفول اهو، بسم الله ما شاء الله، مستوي وحلو جدا، تمام. تعالوا بقى يا بنات كده نكيسها مع بعض، بس قبليها هنحط عليها بقى البهارات بتاعتها، تمام. هنحط ملح وشويه كمون وشويه كزبره حلوه جدا مع الطعميه، تخليها ريحتها حلوه كده وجميله. هفضل بقى اقلبها كده مع بعض، املحها بقى واطعمها كده علشان تبقى جاهزه على التحمير على طول. تمام. هطلع بقى كده ايه معلقتين، اعملها كده ايه، اللهم صل على النبي يا بنات، احمرها يعني واوريكم النتيجه. النتيجه طلعت حلوه جدا جدا، عاوزه اقول لكم ان هي تتاكل كده من غير عيش، جميله جدا وطعمه جدا جدا. جربوها كده وان شاء الله هتعجبكم. رشيت كده عليها شويه سمسم واحمرها واوريها لكم، تمام. عاوزه اقول لكم يا بنات انا مش حاطه عليها كرات ولا بقدونس، انا حطيت عليها خضره مشكله كنت مفرزاها في الفريزر، كانت خضره وكزبره وكانت شبت، حطيتها على الطعميه حلوه جدا 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 وكانت طعمه وجميله. انا ما كانش عندي كرات، عشان كده اللي اخرني في ان انا اصور وكده. عاوزه اقول لكم ان الفيديو ده انا كنت من شهر ونص عاوزه اعمله، بس كان مأخرني الكرات. فانا قلت لا لازم بقى هجرب اعملها اللهم صل على النبي بالخضره، ولقيتها حلوه، فقلت هنزل لكم الفيديو بقى.
الحاجه الحلوه اللي انا بعملها بصورها لكم وانزلها لكم. لو صورت حاجه وكانت النتيجه مش حلوه مش بنزلها لكم. فالخضره مشكله كانت عندي في الفريزر، وبسم الله ما شاء الله عسل. عملت معايا 3 اكياس دولي، كانوا ربع كيلو من الفول المدشوش. 3 اكياس، والكيس اللي انا عملته لما تتحمر هوريها لكم واحنا بنعمل الفول. يعني 4 اكياس يا بنات من ربع كيلو. الكيلو كنا جايبينه ب45 جنيه، حاليا كان ب45. فحلو جدا ووفر معاكي جامد. شوفي الكيس ده ممكن تجيبيه من اي مطعم ب10 جنيه. تمام. تعالوا بقى ايه نعمل الفول. انا بحب الفول ان هو يكون مفروم في الكبة او في الخلاط، عشان معايا اطفال وكده، فالقشرة ما بيعرفوش يبلعوها. فانا حطيت عليها كمون وحطيت عليها ملح. تمام. الطعمية يا بنات شايفين؟ بسم الله ما شاء الله يا بنات، يعني الكيس حلو جدا يعمل معاكي 8 حبايات. شايفين الفتحة زي من جوه عشان الخضرة مش كتير. الكيس عمل معايا 8 حبايات يا بنات. عاوزة اقول لكم 8 دول ب15 جنيه. هي الحباية ب2 جنيه، في ناس بتبيع السبعة نفس الحجم ده، والحباية اللي هي بجنيه صغيرة. وفي ناس بيبيعوا 8 ب15. فعشان تجيبي تعملي الطعمية دي في البيت هتبقى اوفر لك جدا وجميلة جدا، وهتوفر يعني في الميزانية وكده. فدي النتيجة زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. احكموا انتوا بنفسكم. عملتها بالخضرة. كانت في الفريزر عندي بقدونس كزبرة. بقدونس وكزبرة، واللهم صل على النبي، وشكل كانت حلوة جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. دي بقى الفول. طحنته كويس جدا في الكبة عشان احنا بنحبه ناعم كده. تمام. ومعاه الكمون بتاعه والملح بتاعه. يعني هو جايز ان هو طلعيه يبرد شوية. تحبي بقى تعمليه بالطماطم، تقطع عليه حبات طماطم كده. تحبي تعمليه بالزيت، تعمليه بالزبدة، تحط عليه طحينة. اللهم صل على النبي، بالليمون. بألف هنا وشفا. هنبدأ بقى نعير مع بعض. عاوزة اقول لكم ممكن تحطي الكيس. هي الكيس دي طلعت صغيرة، فتتحسبي بقى وانتي بتحطي كده، وانتي يعني بتعبون في الاكياس وكده. تحاول انا احط الكيس في الكوبايه علشان مش هتقع مني. الكيس كان صغير فمش دخل في الكوبايه، فانا عبيتهم كده بالراحه. عاوز اقول لكم الاول كان الكيس ب5 جنيه، انما حاليا مش عارفه لاني ما جبتش الفول من زمان. فكل حاجه دلوقتي غليت. فانت لو جبتي كيلو فول بس طول الشهر ممكن تعملي كيس يوم وكيس لأ. يوم طعمية، يوم فول، يوم بيض، يوم بطاطس محمرة مع بتنجان، والسحور بتاعك هيمشي بألف هنا وشفا. يوم مفروكة، يوم بليلة كده يعني، وتمشي حالك. عاوزة اقول لكم كمان انا اصلا معبيه الكيس اكتر ما انتي بتجيبيه من بره. وتعبي بقى على حسب افراد اسرتك بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الجمال؟ كنت بقول لكم ان دي الايه المقدار اللي احنا بنجيبه من بره. وفي اكياس كمان انا عبيتها كانت كتيره يعني. دول كان كتير، انما دول اللي هو الاولاني ده كان زي ما بنجيبه من بره يا بنات، انما دي كان اكتر ما احنا بنجيبه من بره. يعني زي دي كده اللي احنا بنجيبه بره زي دي كده، والكيس ب5 جنيه. ايام ما كنت بجيبه يعني الاول. دلوقتي الصراحه مش عارفه سعر. فانا كنت عملت برضو طبق على الفطار في نفس اليوم اللي انا عملت فيه الفيديو ده. تمام. ودول 6 اكياس البقوا معايا. احطهم في الفريزر بقى، ووقت ما اعوز هطلعها مثلا من بالليل. تاني يوم الصبح تكون فكت. يعني ايه اعمله بقى بألف هنا وشفا. كنت تعملي مثلا فطار الايام دي او سحور في رمضان او كده، وبألف هنا. دي الطعمية بسم الله ما شاء الله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وهتسهل عليكم وقفة ايام رمضان وكده. تمام. وبألف هنا وشفا. دي بقى كانت الطعمية والفول معانا. تعالوا بقى نشوف ايه هنعمل ايه بعد كده. لو وصلت معايا لعندي هنا يلا انزلي حطيلي لايك كده لايك، وكمان كومنتي برأيك، ومتنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس ليوصلك كل فيديو ايه بنزله. تمام كده يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى هنشوف الحاجة اللي بعد كده، وهو العيش. عاوزه اقول لكم دي بسم الله ما شاء الله من كوبايتين دقيق. هقول لكم هنعمل ايه.
هتجيبي بقى كوبايتين دقيق بأي معيار انت عاوزاه. جبت كوبايتين دقيق وكوباية ونص من المية ونص كوباية من الحليب، يعني السوائل كلها كوبايتين. تمام. انا حطيت السوائل الاول عشان لما اجي احط الدقيق تتخلط معايا بسرعه يعني، ومش يتكلكع معاكي. ضربت اول كوبايه من الدقيق مع الميه، ورحت ضربه، رحت حاطه الكوبايه التانية واحط شويه من الملح ورشه كده من الفلفل الاسمر. دي هنعمل عيش يا بنات. تعمليه بقى وتحطيه في الفريزر عندك، يبقى حلو جدا. تمام. بتطلعيه ان هو يفك وتروحي مسخناه على طول. حط شويه الميه الباقيين من هما كنت سبتي ربع كوبايه كده، يعني السوائل كلها كوبايتين على كوبايتين من الدقيق. تمام كده يا بنات. هقلبها كده تقلبتين يبقى حلوه جدا. لو حسيت ان هي كلكعت معاكي يعني بتصفيها. انا بقلبها كده كويس جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله ما فيش كلكعه ولا اي حاجه. تمام. هنجيب بقى اي كوبايه بقى نعمل بيها كده، نحط شويه زيت في الطاسه، شويه صغيرين نقطتين كده. عاوزه اقول لكم كمان معلقتين كبار، نسيت اقول لكم عفوا، معلقتين كبار مع العجينه وانت بتعملها في الخلاط. هسخن الطاسه كويس جدا واحط شويه كده في الكوبايه. تمام. مش هطول عليكم في الفيديو، انا عملت الرغيفين دول. تمام. بحط كده في اللهم صل على النبي في الكوبايه واروح حطها في الطاسه. شايفين بسم الله ما شاء الله يا بنات. تحطيها كده وتلفي كده في الطاسه علشان مش تبقى تخين معاكي ولا حاجه، يبقى مظبوط كده وقوام واحد. تحطي بقى على النار لعند لما تحسي ان هي عملت كده من الحروف كده من جنب، بتروحي قلبيها بقى. تمام. وسيبها تستوي براحتها، متاخدش وقت خالص. ممكن تعملي بقى سندوتشات بيه، تعملي له السحور حلو جدا. او ممكن عيش كريب كمان او شاورما وبألف هنا. هنكمل بقى مع بعض كده واحطها على النار. وزي ما قلتلكوا لما تحسي من الجانب كده ان هي طلعت بتروحي قلبها. تحسي ان رغيف العيش عمل كده من الجنب كده ان هو طلع بعيد عن الطاسه كده، بتروحي قلبها كده وبألف هنا وشفا. تمام كده يا بنات. جميل جدا. حاجه كده حلوه موفره كمان، هتوفري على نفسك. لو وصلت معايا لعندي هنا يلا حطيلي اشتراك ولايك في الفيديو ده. مستنيه رايكم وكومنتاتكم الحلوه اللي تكتبها لي، واشتركي لو لسه ما شاركتيش هتنضمي لعيلتي الحلوه. شايفين ان جميل ازاي ان هو نفش معايا. بسم الله ما شاء الله. من كوبايتين دقيق عملت 9 رغيف، وعلى حسب الطاسه بتاعتك يا بنات. الطاسه دي كانت اكبر طاسه من طقم الطاسات، اكبر طاسه. لو عملتها في المتوسطه هتعمل اكتر، ممكن من 10 رغيف على 11 رغيف. دي كانت عامله مثلا، شفتوا رغيف المقاس الرغيف اللي انت بتشتريه من بره اللي هو ب2 جنيه، او العيش البلدي بتاع الفرن ده. لو عملت المقاس ده ممكن يعمل 11 رغيف او 10